السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم. معانا حضراتكم لوحه تحكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اثنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. شفاط رقم واحد حضراتكم بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. مفيش مشكله حضراتكم لو الشفاط خد امرين في نفس الوقت، امر من الترموستات والامر الثاني من التايمر، مش هيحصل معانا قفله ولا اي مشكله. تايمر تاني حضراتكم لخلايا التبريد، التايمر بياخد امر من الترموستات وبيشغل خلايا التبريد حسب الثواني والدقايق اللي احنا ظابطينها على التايمر. وضحت لحضراتكم قبل كده افضل وقت نظبط بيه تايمر خلايا التبريد هو دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. دقيقه تشغيل ان هو يغرق ورق خلايا التبريد، وخمس دقائق ايقاف بيكون الورق لسه ما جفش والشفاط بيفضل شغال معاك، فبالتالي الرطوبه مش هتعلق معاك. تايمر ثالث حضراتكم لتشغيل الفانات، وطبعا لمبه لقياس الفولت، وطبعا مفتاح الطوارئ بنضغط عليه لو في موجود اي مشكله لا قدر الله. دايما حضراتكم بننصح باستخدام الترموستات الفوكس الكوري الاربعه مرحله، تقدر تعتمد عليه في تظبيط درجات الحراره اوتوماتيك سواء صيف او سواء شتاء. كمان حضراتكم وضحت قبل كده ان الترموستات الفوكس الكوري الاربعه مرحله بيكون في ميزه مش في كل الترموستات. الميزه اللي موجوده في الترموستات فوكس الكوري الاربعه مرحله نقدر نتحكم في عدد المراحل، يعني نشغل مرحله تدفئه وثلاثه تبريد، او نشغل الاربعه تبريد مفيش مشكله، او نشغل اثنين تدفئه، او نشغل اثنين تبريد، او زي ما وضحت لحضراتكم نشغل كلهم تدفئه في نفس الوقت مفيش اي مشكله. دي حضراتكم ميزه مش في كل الترموستات، يعني ينفع في الصيف نشغل كلهم تبريد مفيش اي مشكله، دي من البرمجه الداخليه مش محتاج ان حضرتك تبعت لي اللوحه ولا اي حاجه. وفي الشتاء ممكن نشغل اثنين تدفئه واثنين تبريد، او نشغل واحده تدفئه وثلاثه تبريد، يعني كل حضرتك اللي عايزه في ايدينا وبيحصل من داخل البرمجه من غير ما حضرتك بتبعت اللوحه ولا اي حاجه. كمان حضرتك بالنسبه للترموستات الفوكس الكوري الاربعه مرحله بيكون حساس استانلس دقيق جدا في قرايه درجات الحراره. زي ما واضح قدام حضراتكم ده الحساس الخاص بالترموستات الفوكس الكوري الاربعه مرحله، بيكون حساس دقيق جدا في قرايه درجات الحراره، وبننصح دايما زي ما وضحت لحضراتكم باستخدام الترموستات الفوكس. هنا زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه للتقفيل بيكون بشكل منظم جدا عشان خاطر ما يحصلش اي قفله او اي ماس ما بين السلوك. التقفيل بيكون بترامل عشان السلك ما يسيبش من مكانه، والسلوك طبعا حضراتكم سويدي اصلي، حاجه محمله وحاجه ضامنينها كويس جدا. طبعا هنا مفتاح الطوارئ، مفتاحين طوارئ دخول الكهرباء والارضي، توصيل التايمر اللي هو الفانات، توصيل خلايا التبريد، توصيل شفاط رقم 2، توصيل شفاط رقم 1، وتوصيل الدفايه. زي ما واضح امام حضراتكم يعني التوصيل بيكون سهل جدا مش محتاج لفني خالص، تقدر حضرتك توصل اللوحه من غير اي مشكله. وبالنسبه للبرمجه او بالنسبه للتظبيط ببعت لحضرتك فيديو طبعا تشوف طريقه التظبيط سهله جدا، او ان انا بتابع مع حضرتك على التليفون. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن، كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. عنوان المحل حضراتكم في عزبة العجانة مدينة نصر القاهرة، ويوجد شحن لجميع المحافظات، ومن على اللوكيشن هتبحث من اي مكان عن مؤسسة ابو مالك هتظهر لك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.